شاء الله باليوم الوطني للسلامة الطرقية، بالإضافة لمجموعة من الأنشطة الأخرى، منها الاستعمال الآمن للإنترنت، ومنها التحسيس بترشيد استغلال المياه باش نحافظوا عليها، خاصة مع الظرفية اللي كيعيشها المغرب. وبالطبع اليوم تم تنظيم مجموعة من الأنشطة ورشات تحسيسية، حلبة للسباق، رسومات، لقاءات تواصلية مع المتعلمين، وهادشي كامل بفضل تضافر الجهود تاع السادة الأساتذة اللي لبوا النداء وكانوا في المستوى تاع الحدث، وأيضا التفاعل تاع التلاميذ والساكنة اللي شرفونا اليوم بهذا النشاط هذا. اليوم تنخلدوا هذا اليوم الوطني من اجل اننا نخلقوا ان شاء الله جيل جديد، جيل اللي غادي يقضي ان شاء الله على هذه المعركه تاعنا اللي كنخوضوها، حرب الطرقات. جيل اللي ان شاء الله غادي يكون فاعل ان شاء الله ومؤثر، ويتجاوزوا هذه التعثرات اللي كنعيشوها خاصه على الطرقات تاعنا. ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نغرسوا اخلاق واحترام لقانون السير بالتضافر تاع الجهود كامله، وهذه بدايه، وغادي تكون ان شاء الله استمراريه وتعاون تاعنا كاملين باش نحققوا الاهداف في المستقبل القريب ان شاء الله. بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وجد سعيد بما يقدمه الأطر ديال هذه المدرسة اللي هما الأستاذين الكريمين والتلاميذ. تبارك الله هنايا كيتعلموا في هذه الورشات اللي كيهضروا على ثلاثة المواضيع مهمة، اللي هما السلامة الطرقية والمخاطر ديال الانترنت وترشيح المياه، اللي هما مواضيع جد مهمة. اليوم مجموعة المدارس ديالنا وبالضبط وحدة دار المختار كتحتفل بثلاثة المواضيع اللي هي مهمة لا بالنسبة لنا حنا كأساتذة، ولا بالنسبة للتلامذ، ولا بالنسبة للأهل ديال التلامذ. الموضوع الأول هو السلامة الطرقية اللي كنحتفلوا به في 18 فبراير. حنا كنحتفلوا به اليوم باش نحاولوا نوعيو التلامذات ديالنا والوليدات ديالنا، نوعيوهم بأهمية هذا الموضوع. الموضوع الثاني السي أيوب هو الموضوع ديال الاستعمال الآمن للإنترنت. فكما كتعرف هذا الموضوع هو ولا كيحظى بواحد الاهميه كبيره عند الناس، عند الاهالي وعند جميع الاهالي. كيحتل واحد القيمه، واحد الكتله داخل الاسره اللي هي كبيره بزاف. فاحنا ارتئينا اليوم باننا باش نوعيوهم بالقيمه ديال كيفاش يستعملوا الانترنت، واشنو المخاطر ديالو، واشنو الحوايج اللي راعيوهم، واشنو الحوايج اللي ما يديروهمش. والموضوع الثالث سي ايوب هو الموضوع ديال ترشيد المياه. فهذا موضوع بالنسبه لنا هو اهم موضوع في هذا اليوم. فكما كتعرف حنا قله التساقطات والجفاف اللي كتعرفوا البلاد ديالنا، فاحنا اليوم كنوعيو التلاميذ ديالنا بكيفاش يستعملوا المياه وكيفاش يرشدوها، وكذلك حاولنا نديروا معاهم بعض الورشات، يعطيونا بعض المشاريع اللي تحاولت اننا تعطينا بحال تعتبركم انفستيسمون للمستقبل. فهادو هما ثلاثه المواضيع، وشكرا لك سي ايوب، وكنرحبوا بكم مره اخرى.